الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتة تحتي تزلا حدش عامت أول السنة متزن كله نايم فانون إذا عامت زي صيام صوميكم ويعمل خير جيركم أفانو زبل نسمعمو. لكن مستحديث النبي عليه الصلاة والسلام سونين حاموسين يوم دتصومو نيروم أو أبتن معلتي إدماني نابربي ناي تكبارات ناي دك سبات زعرق زبل. سلازي اتي اب آخر السنة صيام تصومو زبهال سي مرتعو اللوديو نزبل. اولا يوم الخميس ويوم الاثنين اذا حاموسن سونن كابتن بلوزات معلتاتين، ففيه ما تعرض الاعمال على الله تعالى. اب انيو اتي معلتا اتي عمل ناي دك سبات نابربي زعرقلو، وفيها تفتح أبواب الجنة. سنن حامسنون بابنا الجنة يخفتيو. ولذلك أب حديث ترغيب له نخنصوم زي التبابع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لهم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. سونن حاموسن نابربي زعرق تكبارات نيدك سبات أنا دم عمل ناتي نابربي كعرقن كله صيمن كله التعامل ناتي نابربي خبزي حزد اللي إلهم. بس برواية الترمذي وغيره زلو مالتي. برواية المسلم حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام لهم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس ويوم الاثنين ويوم الخميس لهم. سونين حامسن معاتنا الجنة يخفتوا فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. شركن زي قبرسب رب العالمين ذنبه يغفر له. شركن كله أعمال اندي زبالاشو شرك زي بلو كاب شرك بريء زخون موحد انت داخينو رب العالمين يغفر له. إلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. كلت أحوات تتبعسو انت دقالو قينهم جن ازياتهم رب انتايبل أنذروا هذين حتى يصطلح. نايزيو ما تصنحوكم كساب زعرقوا. أنذروا هذين حتى يصطلح. نايزيو ما تصنحوكم كساب زعرقوا. أنذروا هذين حتى يصطلح كساب زعرقوا أتصنحوكم يبل ربنا عز وجل. إذن يوم الاثنين والخميس تاسونين حاموسن فضل اللواء فتو زخانة دماني صيام كتصوم مالتيو. أماني آخر السنة نزبل جن أصلاً تي محرم مقصري زقبروا سحابة كابتوم ناي كالوت هزبتات مقصري جيروم زقطروا له عامتات. نحنا دما فلي زبالز كخنقبر يلوم أبجزي سيدنا عمر مقصرني عامتات زقبروا وانبر النبي عليه الصلاة والسلام زحددوا إذا ما عالتزي أنا مجرشاء كم زناي سونين حاموس فضل اللواز بالحديث يبلنا مالتيو. نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتتات تحتي تازلا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. زبولو أتم سب جهنم أبحو قينهم أنت ربي كلتا جزي آميتكانا كلتا جزي نماني هيوت يبكانا زبولون تنكلته موتن كلته هيوتن سي كمئن نزبل. مفسرين الإماتتين والإحياءتين زياتن انتايبلو تنكلته موت مالت أنهم كانوا نطفة لا حياة لهم في أصلاب أبائهم. أبزبان أبوتاتهم كله جنانا يزر فساسي أبزبان أبوتاتهم كله موتان يوم نيروم هيوتاي نبورومن. زياتها قداميتي هيوت زيب اللو من كله ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء في الدنيا. أبو الدنيا متصنحوا دما بدحريهم مويتهم. إذن كلت موت زينين. والمراد بالإحياءتين كلت هيوت بهالا دماني أنه أحياهم الحياة الأولى في الدنيا. أبو الدنيا هيوت لبيسهم
ثم أحياهم الحياة الثانية عند البعث يوم القيامة دماني دحر موت دما كالأي هوتي لبسلو مالتهم أتي أب سورة البقرة مبل عسران شمون تنزلون نزيز ملكت وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إلى ربنا عز وجل. زيتي زبزح جمهور السلف تفسرون مالتهم كالي كابت تفسيرون أن المعنى أماتهم في الدنيا أبو الدنيا عمره مسأخل سبي موت ثم أحياهم في القبور للسؤال مليسهم اتا من ربك وما دينك نخحت تدماني يتسؤوا مالتهم. إذن أميتوا ثم أحياهم في الآخرة موتهم يتسؤوا علو مالتهم بدحريونا بآخرة دماني كالأجزي دماني كتسيقا مالتهم. إذا معاسيهم زبلوا أتهم كفا يعني أب كفر زنبورو أب كحدث زنبورو يوم القيامة أب حو جهنم مساءته ناب ربي وسيلة جيروم كابتي زلمونو قال أي جزي نابو الدنيا خنملسمو عمل صالح كنسرح نخبلو قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل بتجبناتنا بتونجل دي سرحنا تأمنا لنا حجي خال أي جزي تتملسنا إلهم زبلوا أبصرة غافر دلا إذي آياتا كلتا هيوتن كلتا موتن زبهالا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتتات تحاتي تازلا الفرق بين البلاء والابتلاء. بلاء كنبل كلنا ابتلاء كنبل كلناس انتهي تفليلين زبل حتولو. طبعا أهل اللغة انتهيبلو فالبلاء والابتلاء كلاهما امتحان واختبار. بلاء تيلنا ابتلاء تيلنا فتنا مالتيو امتحان. إذا فتنا دماني رب العالمين ندك سبات زفتنهم ويكونان بالسراء والضراء. بتصبق نجر تفتن بحماء دماني تفتن كل تي تكاليف رب العالمين عزيز نازله لنفسي زخبداء مشاق له على الأبدان بزي شنخزين تاي تباهيلا مالتيو بلاء تباهيلو مالتيو مشقة سلزلو كابتي البلاء والابتلاء اختبارات مالتيو رب العالمين سي فتنا زورودو مالتيو. الابتلاء بمعنى الاختبارات ولذلك ربنا عز وجل فتنا ندك سبات سلزفتنو ابتلاء نعوس لزخلقوا من كفتنو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلو ليبلوكم رب العالمين يفتنك تفتن مالتيو. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذن أن اختبار الله تعالى للعباد تفتنا نيربي نبدأ سبع زوردو حنساب مساري خون تفوتو نجر صبو نجر بو تفتنيخا ليشكروا من تنكتمسكن وتارة بالمضار حنساب دماني بتصقم تفتن ليصبروا صبر من تكبر مالتي. إذن أبتي ابتلاء وبلاء زبل دارجة حادئي لكن قل علماء كابت فللياتو إلهم كقولتون كله بلاء مالت بمعنى النقمة مالتيو مقطعة تخيل يا إذا بلاء تبل كم ربنا عز وجل زبولو يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذن إذا بلاء نقمة مقطعتي تخيل يا تا بلاء تا خلقتي دماني الابتلاء امتحان فتنة مالتيو. ولذلك ربنا عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم
والصابرين ونبلو أخباركم إلو. إذا انت في الليل قل علماء كابتي قد أقصن كله أهل اللغة مالتي استناي تفسيرات تحيزهم تابلا نقمة مقطعتي تتحازيا تا ابتلاء دماني نفتنا كلتيون بلاء امتحاني يفتني زلو والتساب مالتي. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحتي تزلا البيت العتيق انتي مالتيو زبل حتى ربنا عز وجل بسورة الحج مبل 29 آية وليطوفوا بالبيت العتيق له. بيت العتيق هي الكعبة. نمنتاي كبيت العتيق تباهيلا نزبل علماء كابتتنتاني زهبوه لأنه أول بيت وضع للناس فلما ندق سبات عبادة زقبرلو زتهانت بيت كعبة هيبلوه. سيدنا عكرمة انتايبلو إنما سمي البيت العتيق لأنه اعتق يوم الغرق زمان نوح. أبجزي ناي سيدنا نوح ملو عالم بما يكتلغلق كله إذا جزازئة إذا بيتنا الله نتأ سلزوزت بخوم إيا بيت العتيق تبهال يبلو كمون مجاهد انت يبلو كابتن مفسرين القرآن يوم كابتن عبيت تابعين لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك. إذا بيت العتيق زتبهالي كل حماق زدلي نابزا بيت زيئة رب العالمين زهلخم سلزخونة بخوم إيا بيت العتيق تبهيلا نزع زخونت. ربنا عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قبل كله دماني علماء كابزي مرتعون تايبلو لمن ذهب أب كعبة زخدسب أنه يجب الطواف من وراء الحجر. طواف كجبرون كله ربنا عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق سلزبله نتا كعبة بمولى أخذ زورا زلك تا حجر زبلواوي حجر إسماعيل تا هاقواف تريف هذا الله بقى انت دا حليفك طواف كيركا اي بحاليني ناي جدن من وراء الحجر نعا كلاي ابوشت جيركا اخاخ الزور دلكا نعا ابتي وشت اتيخا انت دا طواف انت دا جيركا التطواف صحيح يكوننيو كاب اوز اخا اخا طواف تقبر لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم كان كله إذا حجر زيا أتوتي أنيرة وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت. قريش يوم في الياب بلماوتي أما مغنياتو اتجنزب دواتو ني حلال راح كونا له مسبولو حرام كي وسخولو نقبلو بأب أصل زأكلو تنجنزب ني حلال دوتون كما هاقواف قدي فمولا أي تملأتن مالتيو. ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر. النبي عليه الصلاة والسلام نتي حجر أبوشتي قدي فم بدق ناي حجر يوم طواف كيروم سلزي بتا ناي مأكل ناي حجر دلا أبقى آتخا طواف كتكبرها يبالكان مالتيو. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحجر من البيت تحجر كابوشت ناي كعبة سلازي بدقي آيخا طواف تقبر إلهم مالتيو. إذن وليطوفوا بالبيت العتيق لنا قلو إذا كعبة المشرفة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.